احنا النهارده فوق ممشى القناطر نفسه. يعني القناطر اللي احنا شفناها تحت دي، ده الممشى من فوق اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو. كان القناطر دي طبعا البوابات بتتفتح وتتقفل، طبعا كل ده خلاص ملوش لازمه اهو. هنوريكم ادي البوابات من تحت اهي، طبعا كله مصديه بقى لها يجي 60 70 سنه من ساعه ما اتعمل السد العالي. فالبوابات دي بقت مرفوعه خلاص ما بتنزلش، حتى الجنازير زي ما انتم شايفين كله مصدي ملوش لازمه زي ما انتم عارفين كده اهو. ده الممشى كده على طول، ودي البرج بتاع المراقبه بتاع القناطر اللي هناك ده، ودي استراحه السادات. هنقرب منها كده واوريها لكم استراحه السادات، رئيس السادات الله يرحمه اهو اهو. ماشي، شايفين القناطر دي اللي احنا عليها بتاعت محمد علي، اللي هناك دي قناطر الملك فاروق. ماشي اهو، لفينا لكم لفه اهي. قناطر شكلها جميل بس عدم اهتمام اهي، حاجه رائعه 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 زي ما احنا شايفينها كده بالبرج والاشكال الهندسيه اللي معموله دي، حاجه جميله ورائعه. اهو زي ما انتم شايفين كده. السوق تعبان اهو. بص اهو، في بصوا في مكان للجلوس، ممكن الناس تقف. دي ناس كان زمان المراقبه يراقبوا البوابات اهو، ويراقبوا السفن. اماكن جميله جدا بس عدم اهتمام، مش سائلين في حاجه اهو. السادات نروح هناك. رئيس مصر الاسبق. اللي انتم شايفين كده بوابات حتت جميله قوي الواحد يقف عليها. هنقف كده جوه اهو، بصوا منظر النيل اهو، منظر النيل اهو، ده الداير، ده عرض النيل الحقيقي. بس هنا بصراحه عدم اهتمام جامد يعني. شايفين كده كان مكان ملجأ للسياح والشمامين والبنات اللي خارجة على القانون والشباب. حرام يعني اهي، حاجات جميلة وصارة اهو. ده منزل السادات اللي هناك ده، او قصر السادات، او استراحة السادات، استراحة كان بيجي يقعد فيها. شايفينه اللي هناك ده، بس الواحد مش عايز يروح هناك عشان في شلة سياح جامدة.